السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مروة أو مامة عدي. النهاردة هقول لكم طريقتي في تدميس الفول. أول حاجة أنا نص كيلو فول. تمام، ممكن تعملي نص، ممكن تعملي كيلو. لو انت مبتدئة طبعا هاتي نص، يعني اعمليه على حسب يعني انت عايزة ايه. بس أنا عن نفسي احنا مش بناكل فول كتير، فعشان كده يعني ما جبتش كتير. فأنا نص كيلو فول أنا يعني نقعته. وعندي هنا ربع كيلو عدس وربع كيلو فول مدشوش اللي هو بتاع البصارة. طبعا انا باخد يعني حوالي تلت الكميه دي من هنا او من هنا، يعني حوالي مثلا 3 معالق كبار. تمام. هنا انا بنقع الفول وبسيبه مش اقل من ليله كامله. انا هنقعه النهارده وهعمله معاكم بكره الصبح. تمام. فهنا هسيبه. طبعا الفول لما بيتنقع بيتضاعف كميته. انا عندي الفول اهو نقعته. تمام. بغير له ميه كل فتره، يعني مثلا كل ساعه او كل ساعتين بغير له ميه. بكب الميه دي واحط ميه انضف. وده اللي هو الفول البصاره. انا فضلت اغسله لغايه لما بدا يبقى الميه بتاعته تبدا تبقى فاتحه، الميه كانت بتبقى غامقه خالص. تمام. بسيبهم بقى، يعني بسيبهم ليله كامله. يعني لو بعملهم بالليل بقى تاني يوم الصبح ببدا اقوم من بدري اسويه. انا عاملاهم بصراحه يعني دلوقتي على الساعه مثلا، يعني قبل الفطار مثلا على الساعه 5. عشان بصراحه بيبقى بعد الفطار بيبقى معنديش. بصوا معايا كده، ده الفول بعد ما قعد يعني تقريبا حوالي يعني اكتر من 12 ساعة. طبعا انا ناعمني امبارح زي الساعة 5 او الساعة 4، ودلوقتي حوالي الساعة 1. تمام. هو طبعا اتضاعف حجمه كده زي ما انتم شايفين. وده اللي هو الفول البصارة. تمام. برضو طبعا انا بغير له الميه بتاعته كل شويه عشان يفضل نظيف. انا هنا عندي جزرايه وطماطمايه. ده جزر مبشور كان عندي في الفريزر. وهغسل العدس واغسل الفول ونيجي مع بعض نعمل الطريقه. ده الفول اهو بعد ما غسلته. تمام. وحطيته في مصفى، غسلته كويس جدا. وده الفول البصاره والعدس انا غسلته في مصفى صغيره علشان ما يقعش مني في الحوض لغايه لما ينزل ميه بيضه. ودي الحاجات انا زودت بس هنا كيس صلصه. انا بستخدم بصراحه، هحط معلقه صلصه بس واحده. انا بستخدم كيس الصلصه لاني بصراحه كل ما بجيب العلب بتبوظ مني، لاني مش دايما بستخدم الصلصه. فدلوقتي بفضل ان انا اجيب كيس ايا كان ايه هو نوع الكيس، بس يعني احط معلقه صلصه معاه. ويلا بينا بقى ايه نعمل الطريقه. حله على النار كده وبعدين ابدا اشغلها. تمام. شغلت النار يعني على الحله. ابدا انزل بالفول. طبعا انت بتنقي حله مناسبه ليكي. انت بتكوني بعينك كده شايفه الكميه اللي انت هتعمليها وبتنقي الحاجه المناسبه ليكي. تمام. انا هوطي بس عليها شويه عشان انا لسه ما حطيتش الميه. وبعدين بنزل بالفول اللي هو البصاره، الفول المدشوش. تمام. انزلي بكل المكونات كده على بعض. وبعديها هنزل بالعدس. تمام. وانا غاليه ميه في الكاتل عندي. بحط لها ميه سخنه عشان بس تنجز لي الوقت، يعني ما تطولش شويه في موضوع الغليان. وبعدين هنزل بالطماطم والجزر ده كان عندي متفرز في الفريزر. تمام. هسيب معلقه الصلصه لما الفول يبدا يستوي احط معلقه صلصه في الاخر. الميه اهي هنزل بالميه. تمام. ميه مغليه. تمام. كل المكونات الموجوده دي كلها هتدوب معايا مع السوا. دي الحله اللي انا كنت قايله لكم عليها اللي هي بتاعه زهران. بصراحه انا بستخدمها للحاجات اللي هي فيها السلق او التسويه اللي هي بميه. ممكن تدخلوا على القناه وتشوفوا يعني الريفيو بتاع الحلل لو انتوا حابين الحلل دي. تمام. انا كده هسيبها تغلي وهرجع لكم تاني. بصوا الفول عندي هنا بدا يغلي وبدا يعمل ريم. هبدا اشيل الريم برده على الوش ده. تمام. طيب هو الفول كده عندي غدا.
هعمل ايه؟ هجيب ليمونه زي ما هي كده واسقطها على الفول. بصوا دي هي الليمونه، بس انا يعني هي دي ليمونه، هي ليمونه كبيره شويه بس هي دي اللي موجوده بصراحه عندي، كلها حاجه نفس الحجم. فهسقط الليمونه كده مع الفول وهوطي عليه وافضل كل شويه يعني كل شويه اقلبه، عشان الحله الاستانلس كمان بتلسع الحاجه فيها. تمام، هفضل كل شويه اقلب لغايه لما الفول يستوي معايا. طبعا هي الميه انا ما بحطش ميه، يا دوبك بحط ميه يعني تغطيه كده بشويه صغيرين، ما تكتروش ميه وزودوا ميه واحده واحده ليه. تمام، عشان الفول ما يفضل مسكر معايا. اللي بيسكر الفول وبيخلي لونه حلو ومش بيسود هو الجزر والطماطم. تمام كده بقى هغطي عليه، احاول اقفل عليه كويس عشان ما يغيبش في السوا، وبوطي عليه يعني قرب الشمعة كده. بصوا الفول وجماله بجد، منظره حلو جدا والله على النار، يعني حتى ريحته تحفه. تمام، انا بزود ميه كده اهو واحده واحده. تمام، لازم نزود يا جماعه ميه سخنه، ما ينفعش نزود ميه من الحنفيه عادي عشان الفول ما يسودش معانا. تمام، وممكن هو كمان يجرد يعني يبقى ناشف كده ويغيب معانا في السوا. زودت الميه اهو. تمام، وبعدين هبدا اقلب تقليبه كمان. بصوا بيستوي، في حاجات بتتهرى، الفول اللي هو المسلوق ده بيبدا يتهرى. والله العظيم شكله تحفه ومنظره تحفه، وان شاء الله منظره يعني طعمه كمان يكون زي شكله. الليمونه اهي اللي انا حطيتها. شايفين الفول شكله عامل ازاي؟ شكله تحفه بجد، ولونه فاتح كده وجميل ومن غير اي اضافات. وكده الفول بتاعنا خلص، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم يا رب عليكم. وزي ما انتم شايفين اهو النص كيلو عمل معايا دول 4 اكياس، وانا عملت منه لجوزي قبل ما يمشي عشان يتسحر بيه في الشغل، عشان بيبات في الشغل. ولونه زي ما انتم شايفين اهو فاتح ولا اسود ولا حاجه. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب، وعلى كل اسرتكم وعلى كل احبابكم. ويا ريت ان انا اكون فدتكم، وميرسي لوقتكم. وبليز ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب للقناه، وشكرا.